اوعي تفشلي في تخزين الملوخية، هزعل قوي قوي. جايبالكوا في دقايق هتخزني الملوخية زي ما انتوا شايفين اهوت، ولا هتحطي كربونات ولا ليمون في المية، يا دوبك كده هتحطي همسة، يعني يمكن ما بتكمليش دقايق والمية ما بتكونش بتغلي، بتبقى قايمة لسه على الغليان. فبتروحي حاطة الملوخية دبلت معاكي، بتروحي حطاها في المصفى وسيبيها تبرد. اهوت ده تخزين كده اهوت ايه الملوخية. هتشوفوا بقى كده الطريقة، وسهلة وبسيطة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده كنت مصوراه وانا بعمل البط اللي فات، كنت جايبة الملوخية بس ما حبيتش ان انا اجمع لكم الاتنين مع بعض. فصلت ده لوحده، الغدا لوحده والملوخية لوحدها. تجيبيها كده مرعرعة كده حلوة وجميلة، وورقها كده ايه مفرود وناعم كده، ما هوش خشن. غسلناها وحطيتها برضو في البلاستيكة بعيد عليها غسيل كده هوت عشان كانت كتير. وايه قلت لا اشطفها برضو، اخد من هنا احط هنا اشطفها. هتشطفيها وتروحي حطاها في المية دهيت زي ما انتوا شايفين، ايه ما لحقتش ان هي ايه تغلي، تروح حاطه فيه. حطيناها اهوت في البلاستيكه، سامحوني بقى إيه انا بقلبها بعرفكم اهي ان هي سخنه، ما حطيتهاش في ميه ساقعه ولا اي حاجه. تسيبيها بقى كده فريديها وسيبيها تبرد. هتحطي بقى مصافي كتيره كده اهوت زي ما انتوا ايه شايفين المنظر. بحط هنا يتصفى واحط هنا تتصفى، بملى الحله واروح حطاهم كل اللي ايه اللي في الحله كده اهوت، واخداهم واروح حطاهم في اي مصفى عندي بقى ايه كذا مصفى كده، ورحت ايه بصفي واروح حاطه ايه فيها الملوخيه واسيبها تبرد بالطريقه دي. اللي انا ما عملتهوش بقى ان انا مثلا ما جربتلكوش بقى كده ايه حبه كده في الخلاط ووريتكم الملوخيه بعد ايه ما اتسلقت كده. اختصرت بقى الموضوع لان انا كذا مره اجيب لكم الفريزر واروح ايه مورياكم ان انا بحطها في الكيس واروح طبعا هي بتبقى متفرزه، واروح جايباها وسايباها يعني تسيح خالص كده اهوت من التلج اللي هي فيه واروح حطاها في الخلاط وضرباها، واروح ايه نكون طبعا محضرين شويه الشوربه، واروح حطاها على طول في الحله. وبعمل لكم شويه ملوخيه بتبقى عسل كده خالص، وبتبقى زي الفل. هي ديت يعتبر الطريقه اللي هي نجحت معايا في تفريز الملوخيه. والله العظيم طريقة ناجحة 100% خالص. لحد دلوقتي عندي كذا كيس من السنة اللي فاتت، لما جبت الحبة دولت كده هوت قلت كل مدى كده بروح جايبة 10 كيلو واروح ايه عاملاه. دولت بالأمانة 8 كيلو. قلت ايه حبة اروح عاملاهم كده هو واروح شايلاهم واروح جايبة ايه حبة ايه تانيين. ربنا رزقني بعيالي النهاردة واحنا قاعدين صراحة هم قطفوا معايا. وبوريكوا اهوت كذا مرة، والمية بتاعتها بتبقى زي ما انتوا شايفين كده اهوت سمرة خالص اهوت. هتقولوا لي دي السمر ده من ايه؟ ده بتاع ربنا بقى. هي بتبقى كده وبتنزل اللون ده اهوت، وبتطلع الملوخية اهوت خضرة خالص. فهي ايه بتنزل بقى السمر ده بتاعها. ولا حطينا بقى ايه كربوناتو، ولا حطيت اي حاجة فيها ولا ليمون ولا اي حاجة عشان تبقى خضرة، ولا حتى طبعا حاطه ملح، مش حاطين اي ملح طبعا خالص. علشان هتسالوني مثلا هي محطوط كذا كذا، بقول لكم لا. بصوا اهوت بروح حاطه وسايباها بقى تصفي ميتها خالص كده اهوت زي ما انتوا شايفين اهوت، بتبقى خضرة كده اهوت وزي الفل كده خالص. ولا بتشطفيها ولا اي حاجه، ما تجيبيش عليها اي ميه ساقعه، لان انت لو جبت اي ميه ساقعه هتسمر معاكي ايه الملوخيه. اهي بطريقة حلوة وجميلة. دولت كده يعتبر 8 كيلو. عبيهم بقى زي ما انتي عايزة، الحبة اللي انت بتقدري تعملي طبختك فيه. وسامحوني اللي انا ايه بحط كده ايه في ايدي. انا دلوقتي بقلبهم
باش بوريكم ان هي ايه من تحت. بصوا خضرة هي خالص وسخنة لسه اهو بالطريقة ديت بقى ايه البركة كده ايه بتوعنا دولت 8 كيلو. قلتلكم تعبي في الكياس زي ما انت عايزة، اما تبرد تروحي حاطة بقى ايه في الكياس وحطاهم على طول في الفريزر. بصوا كام مصفى حطاه هناك وهنا اهوت. هنا دلوقتي هنعبي بقى كده ايه في الكياس زي ما انت عايزة، تروحي معبية اللي انت عايزاه. كده اهوت. اهم حاجة الملوخية بتاعتك تكون عريضة وناعمة كده اهوت. عايزة اقول لكم ريحتها في ملوخية بتبقى ريحتها حلوة كده اهوت لما تجيبيها اهوت. كنت عايزة اقول لكم حاجة بس نسيت. بالطريقة ديت هتبقى ايه. بصوا اهوت، بصوا في قلب الكيس كده الحبة اللي انت عايزاهم بتحطيها خضرة خالص اهيت وجميلة وزي الفل اهوت وزي العسل. بالطريقة ديت هنشوفهم بقى كده كام كيس كده عملناهم. دولت طلعوا 10، يعني طلعوا 10 كيس. انت ممكن تقللي ممكن ايه تكتري حسب ما انت عايزه. وما تنسيش بقى في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل جرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. يا رب يكون فيديو النهارده كده ايه عجبكم. وديت بقى ايه ملوخيه بتاعتنا الحلوه الجميله المرعرعه. حبيت اوريها لكم تاني. عايزه اقول لكم ملوخيه كانت ريحتها جميله جدا جدا. ويا رب يكون الفيديو استفدتوا منه و... وحلو وجميل وسهل ومش صعبة خالص. الملوخية في التفريز بتاعها. بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.